السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض المحاضرة التانية في الcommunication تحت عنوان الverbal written communication. بيقولك إن الverbal communication ده can be carried out orally or written، يعني سواء شفوي أو كتابي. طيب، هو احنا ليه بنستخدم الverbal communication ده؟ الحقيقة هم 10 أغراض يعني. أول حاجة to inform others our needs، عشان نطلب احتياجاتنا. to provide knowledge، عشان نوفر معلومات ومعرفة زي الكتب مثلا. to clarify and correct a wrong، عشان نصلح غلط. to persuade and convince others، عشان نقنع غيرنا. to create an opportunity for debate، عشان نسيب فرصة للمناظرة. to stimulate thoughts and creativity، عشان تحفز التفكير والإبداع. to create a new relationships، عن طريق مثلا تبقى تشات أو حاجة لو هنكون علاقات جديدة وكده. to disseminate research result، إن احنا بننشر نتائج بحث معين. to entertain، عشان نستمتع. في ناس مثلا بتكون متعتها في الكتابة، تمام. to apply for a job، عشان نقدم على وظيفة. دلوقتي لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الأورال والريتن، بنلاقي إن الريتن بيكون أفضل من الأورال، يعني بإنه بيكون reliable permanent precise، يعني دقيق، و explicit بيكون محدد، وكمان الريتن بيكون formal أكتر. طيب، ايه هي الفاكتورز اللي بتأفكت الeffectiveness بتاعة الwritten communication؟ يعني ايه العوامل اللي بتحدد مدى جودته او مدى تأثيره؟ اول حاجة الستايل بتاع الكتابة نفسه، الكلمات اللي بتستخدمها في الكتابة، الجرامر، يعني لو الجرامر غلط اكيد يعني هتبقى الeffectiveness بتاعته وحشة، والكلاريتي ودقة الكتابة. طيب، ايه هي مميزات الwritten communication ده؟ الحقيقة ان هو ليه شوية مميزات وكمان ليه عيوب. بالنسبة للمميزات ان المسج can be revised at several times، يعني انت ممكن تراجعها اكتر من مرة. حتى كانت في كده مقولة بيقولوا لنا ان انت قبل ما تقول الكلام مثلا لما تكون غضبان يبقى اكتبه الاول وبعدين يبقى اقوله، ده هيهديك شوية. هي دي برضو لما بتبقى بتكتب الحاجة، حتى مثلا لو انت غضبان ولا حاجة ممكن ترجع تراجعها، لو لقيت فيها لفظ وحش وانت متضايق بترجع تحذفه، وهكذا. كمان ان المسج دي بتفضل زي ما هي حتى لو اتنقلت اكتر من مرة او اتعملها فورورد اكتر من مرة، على عكس مثلا لو قلت كلام اورال كده لحد، ممكن الشخص ده يمس حاجة او ينقل كلمة غلط او يفهمها غلط فينقلها غلط، تمام. ممكن كمان تعتبر بمثابة permanent record، يعني هي موجودة دايما مش بتتنسي، مثلا مش لما الشخص ده بيموت بتموت معاه. كمان هنا الريسيفر بيعرف ياخد وقته في فهم الكلام المنقول ليه، يعني على عكس مثلا لو حد بيتكلم بسرعة وانت مثلا يعني استيعابك ان هو مش بتقدر تستوعب كلام كتير في مدة قصيرة، هو ده بيتكلم بسرعة فانت بتفهموش. انما لو الكلام ريتن قدامك انت بتعرف تركز فيه كويس، بتعرف تاخد وقتك في فهمه، وهكذا. طيب، ايه العيوب بقى بتاعته؟ اول حاجة انه انا كسندر او مرسل انا مش عارف ان المسج ديت هتوصل امتى، هتتقرأ امتى، او مثلا هتوصل ولا لا، ممكن كمان تحصل لها مس وتضيع. كمان ان انت can't receive immediate feedbacks، يعني انت مثلا مش عارف تأثير الكلام اللي انت بتقوله ده على الشخص اللي قدامك عامل ازاي، لانك انت مش شايفه. تمام. ممكن كمان الريسيفر ده او الشخص اللي هو المستقبل للرسالة مش فاهم الرسالة او معناها، او مش فاهم جزء منها، او ممكن يفهمها بطريقة غلط مش زي اللي انت قصده خالص. طيب، دلوقتي احنا بنستخدم الwritten communication ده في الهيلث facilities ازاي؟ اول حاجة في الwritten notes بين الاقسام، يعني تلاقي مثلا الدكتور في قسم الاشعة يقولك هاتلي ورقة من قسم العظام مثلا ان انت محتاج الاشعة دي. بين السوبرفايزرز والامبلوي، ممكن مثلا بنستخدمها في الانستراكشنز، في البيشنت ديسشارج، يعني الورقه اللي البيشنت بياخدها وهو خارج من المستشفى اللي فيها التعليمات اللي هو بيمشي عليها، دي لازم تكون مثلا مكتوبه بخط واضح وليها يعني شروط هنعرفها كمان شويه. ودلوقتي بقت في حاجات تانية برضو يعني الكترونيك اكتر، زي الايميلز والالكترونيك لاب ريزلت والاوبريتيف ريزلت والبيشنت دوكيومنتيشن. طيب، ايه هي اليوتيليتيز بتاعه الريتن كوميونيكيشن؟ اول حاجه بتعمل انهانسمنت او تعزيز لصوره الهيلث سيرفيسز، بتعمل ارساء او بتحط يعني رولز وبرينسيبلز، بتاسست في عمل ديليجيشن، يعني لما حد بيفوت حد مكانه. بتساعد كمان في instructing الهيلث تيم والبيشنت، improve الريبورت،
بتقلل الconfusions، بتعمل leading to a better patient care، وكمان بنستخدمها بمثابة مراجع وrecords، خاصة في حالة الlegal matters، زي مثلا لو حد داخل عملية ولا حاجة، بنخليه عملية ممكن يحصل منها complications ولا حاجة، بنخليه يمضي consent مثلا ان هو عارف ان من مضاعفات العملية ديت بيحصل كذا، فبالتالي مثلا ممكن لو طلع بعد كده زي يعمل لهم قضية ولا حاجة، لا حضرتك ماضي على كذا. بنحدد منها كمان الكواليتي بتاعة الهيلث كير، بمعنى ان لو البيانات بتاعة البيشنت والحاجات ديت موجودة بشكل صح وبصورة كويسة، فده هيخلي صورة الهيلث كير ديت كويسة. اما لو البيانات دايما مفقودة، خطوط وحشة، حاجات ديت، يبقى ديت الهيلث كير ديت مش منظمة ومش كويسة. بعد ما شفنا اليوتيليتيز، عايزين بقى نشوف الليميتيشنز بتاعة الريتن كوميونيكيشن دي امتى ما نستخدمهاش. يعني مثلا الناس اللي هم illiterate people، اللي هم يعني التعليم بتاعهم مستواه مش عالي، مش هيعرفوا يقرأوها. طيب هي كمان بيقولك ان هي slow time consuming، يعني بطيئة وبتستهلك، بتضيع وقت كتير. كمان هي غالية، بتلاقي البيرسونال تاتش، يعني الطابع الحيوي زي ما بنقول مش فيها، مفيش طبعا زي تواصل البني ادمين مع بعض. بتلاقي كمان الكونفيدنشياليتي، اللي هي يعني اي حد ممكن يطلع عليها. كمان بتحتاج فايلنج سيستم كويس عشان تتحفظ فيه، علشان ما تضيعش. بعد كده بننقل لنقطة تانية، وهي how to write an effective email. الأول بس احنا امتى بنستخدم الايميلز وامتى مش بنستخدم؟ بنستخدم الايميلز لو مثلا عايزين نعمل ميتنج، فبنبعت مثلا للموظفين اللي عندنا ايميل بان احنا عندنا ميتنج يوم كذا الساعة كذا. بنستخدمها برضو في الايفنتس لو عندنا مؤتمر. إجابة مثلا على quick question. بنستخدمها برضو في الكويك كلاريفيكيشن، يعني لو عايزين توضيح سريع كده لحاجة معينة، أي حاجة قصيرة عموما. مش بنستخدمها بقى في حالتين. لو الحالة الأولى، لو الداتا is too complex to organize، لأن ديت بتحتاج شرح طويل وإن أبعت كذا إيميل وكذا إيميل يعني للمتابعة. الحالة التانية في اللينسي ديسكاشنز، النقاشات الطويلة، كل ما تطول أكتر والإيميلز تبقى كتيرة، هتلاقي اللي قصادك ممكن يمس حاجات كتير وما يفهمكش. نرجع بقى لموضوعنا الأساسي، ازاي نكتب ايميل. اول حاجة بنحط specific subject line، حاجة كده شبه الهيدلاين اللي بيبقى في الجريدة، زي العنوان كده بالظبط، بيديك هنت عن الموضوع الايميل ده بيتكلم عنه، ان الايميل ده ممكن يكون بيتكلم عن ايه ومدى اهميته، علشان لو في ايميلات كتيرة اعرف انا هفتح ايه الاول. هتحط البوينتس المهمة في الاول، هتخليه شورت وتركز على النقط المهمة. هتعرف نفسك انت مين، اسمك ايه، وظيفتك ايه. يعني مثلا لو انت طالب هتكتب اسمك، هتكتب الاي دي بتاعك، وبعدين تكتب المسج بتاعتك اللي هي زي ما قلنا بتكون شورت وبتركز على النقط المهمة بس. تاخد بالك ان المسج بتاعتك ديت ما يكونش فيها اختصارات ولا حاجات محدش هيفهمها غيرك. بعد كده لازم تكون بولايت علشان يردوا عليك. ما تحطش اي برايفت انفورميشن، علشان الايميل ده ممكن يضيع او ما يوصلش للشخص اللي انت بعته له، وبالتالي ما تضيعش البرايفت انفورميشن بتاعتك. to avoid sending angry messages، يعني تستنى لما تهدى، ولان ممكن وانت غضبان تبعت حاجة ترجع تندم عليها بعد كده. بعد كده to avoid any fancy font، يعني الخطوط اللي ما بتتفهمش ديت، اللي بتبقى ملزقة ببعضها، لا بلاش. استخدم formal fonts، يعني فونت تكون حلوة كده وواضحة. حاجة مثلا زي التايمز نيو رومان. اخر حاجة وهي البروف ريد يور ايميل، يعني تراجع الايميل بتاعك قبل ما تبعته، ممكن يكون فيه اخطاء املائية، ممكن زي ما قلنا تكون كاتبه وانت غضبان فتكتب حاجة ترجع تندم عليها. تمام كده خلصنا الايميل. ندخل بقى على الباوربوينت. احنا اكيد كلنا عملنا assignment وعملنا باوربوينت، فاحنا هنتكلم عنه بسرعة كده. اول حاجة الباوربوينت بتاعنا لازم يكون كلير واضح، لازم يكون كمان سبيسيفيك. يعني احنا في الباوربوينت مش بنكتب شرح، احنا بنكتب رؤوس عناوين او keywords بس تفكرنا بالكلام اللي موجود في الشرح يعني. بنستخدم فيها اللي هو الرول اوف 6/7. يعني ايه؟ يعني مش بتزود عن 6 ايتمز، كل ايتم مش بتزود فيها عن 7 كلمات. طبعا ملناش دعوه بالباوربوينت بتاعنا ده، احنا عاملينه عشان انتوا تذاكروا منه. ها بعد كده ما تحطش كلام كتير في السلايد، خليها خفيفه كده وصغيره علشان تفتح نفس. قلنا برضو ملناش دعوه بالباوربوينت ده. هتستخدم خط كبير يكون من 24 فيما فوق، بلاش تحت 24. هتستخدم الوان في السلايدز بتاعتك وتخليها مبهجة كده، بس نتجنب الالوان اللي هي الريد والجرين، علشان الناس اللي هم عندهم color blindness مش هيشوفوها طبعا.
وكمان لو استخدمنا ألوان غامقة تكون الخلفية فاتحة والعكس، يعني لو ألوان فاتحة أيوة تكون الخلفية غامقة. نستخدم بقى illustrations وflow charts وصور كتيرة لأن ده هيساعدنا على الفهم أكتر. كمان بلاش الانيميشنز اللي هي الأوفر ديت عشان ما نشتتش الأودينس بتوعنا. بعد كده بندخل على حاجة تانية وهي الفليب شارتس. الفليب شارتس دي بتكون عبارة عن سيريز من الفيجوال شيتس بتكون متوصلة ببعضها as a display unit. بنستخدمها مع الجروبس. ازاي بنعمل فليب شارت ديت؟ هي بنكتب المعلومات بحروف كبيرة عشان تكون مريحة للنظر. الحرف الواحد بيوصل ل7 سنتي. بنستخدم أقل من 5 كلمات في السطر الواحد وبنستخدم ألوان كتير. ما بنستخدمش أكتر من 3 columns. بنستخدم spaces، بنستخدم large symbols واختصارات. بنعمل condensation للinformation وبنشيل أي كلمة أو صورة مش مهمة لأن احنا عايزين نعمل condensation. prepare your chart earlier. ممكن تستخدم فيها الوايت بورد. كمان بتيجي ممكن تعمل tier للشيت and display them، يعني ممكن تقطع الورق ده من السكتش اللي موجودة فيه وتلزقه على الحيطة، بحيث بس يعني تاخد بالك ان الحيطة ما تبص بسبب جلو مثلا او حاجة بتلزقه بيها. ممكن كمان تكتب المعلومات لنفسك بالرصاص كده بخط صغير بحيث ان محدش يقدر يشوفه غيرك حتى اللي قاعد في الصف الاول يعني. ندخل بقى على حاجة جديدة وهي البيشنت بريسكريبشن والinstructions. الروشتة بنكتب الروشتة بتكون clearly، بتكون readable. شد مليون خط تحت readable ديت يا جماعة، احنا بنشوف روشتات ما بتتقرأش بصراحة. و completely يعني بتكون كاملة. طيب بالنسبة للinstruction ما ينفعش نكتب مصطلحات ولا اختصارات ولا symbols ولا أي حاجة البيشنت ما يفهمهاش. بعد كده بندخل على الميديكال ريكوردز. دي يا اما بتتحفظ في نوت بوكس او فايلز او حتى على كمبيوترز، لانهم بيعتبروا الادمنستريتيف ميموري، يعني هما الذاكره بتاعه الادمنستريشن علشان كده لازم يبقوا كوريكت وكومبليت. طيب ايه الميديكال ريكوردز ديت وبتسجل فيها ايه؟ هي بتسجل فيها الشغل اللي اتعمل، الموربيديتي والمورتاليتي والفيرتاليتي ريت، الانديفيدوال بيشنت، وكمان بيتسجل فيها الحاجات اللي بتخص الستاف والايكوبمنت والسبلايز. كده خلصنا الميديكال ريكورد. ندخل بقى على الريت ريبورتس ان هيلث سيرفيسز اللي هي التقارير المكتوبة. بتكون عبارة عن information communicated to other levels of organization. والريبورتس ديت بتختلف من بلد للتانية. بتحتوي على إحصائيات للمواليد والوفيات والموربيديتي ريت كمان، وكمان كومنتس على البروجرامز اكتيفيتيز. في دول بتستخدم الريبورتس ديت بصورة كمبيوترايزد أو مطبوعة علشان تتغلب على مشكلة الباد رايتنج. ايه هي الاذر فورمز بتاعه الريت ريبورت ديت؟ عندنا الريسيرش ريبورت، الهيلث كونديشن اوف بيشنت، والفورنسيك ريبورت. طيب ايه هي الستبس علشان اكتب ريبورتس بطريقه effective؟ اول حاجه keep it straight and simple، بستخدم جمل بسيطه ومفهومه، وده بسميه case approach اللي هو حرف الكي من keep و-it و-straight و-simple. هستخدم مصطلحات دقيقة وواقعية اللي هو be specific. بستخدم جمل قصيرة write coherent sentences اللي هو يعني بكتب جمل مترابطة ومنطقية. كمان هنبعد عن المصطلحات الطبية والاختصارات وما نحطش كلمات ملهاش لازمة. use an active voices، يعني الجمل تكون مبنية للمعلوم مش المجهول. مثلا بقول أحمد wrote his homework، مش بقول the homework was written. بعد كده use the right mood، يعني ايه؟ يعني لما تيجي تكتب سؤال غير مثلا لما تيجي تقول رأيك في حاجة، غير مثلا لما تيجي تعبر عن حقيقة علمية. كنا تقريبا بنستخدم لها مضارع بسيط على ما أتذكر يعني. لازم يكون الريبورت منظم وويل بيلت، يعني يكون كده مترتب بطريقة صح. بعد كده بتعمل reread what you have written، يعني اللي انت كتبته ده بتقرأه تاني تشوف لو فيه غلطة في الجرامرز، لو انا حاطط فيجر غلط، لو حاجة. اخر حاجة معانا وهي السيك فيدباك، ان انت بتطلب من حد ان هو يراجعه وتعرف ايه رأيه فيه. حتى في كمان اونلاين جرامر تشيك بروجرامز ان انت بتدخل الريبورت بتاعك عليها وبتشوف لو في اخطاء املائية ولا حاجة. انا كده خلصت، اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.